تحياتي للجميع. كريستال بالاس قدر انه يكسب دوري المؤتمر الاوروبي للمرة الاولى في تاريخه علشان يحقق انجاز كبير جدا. فريق كريستال بالاس متطور بقاله فترة طويلة، جنى ثمار هذا التطور من السنة اللي فاتت. كسب كأس الاتحاد الانجليزي، كسب كأس الدرع الخيرية، لعب في اوروبا. كان المفروض يلعب في الدوري الاوروبي السنة اللي فاتت، لكن لان الفريق لان مالك الفريق عنده فريقين بيلعبوا في الدوري الأوروبي، فتم إبعاد الفريق عشان يلعب في دوري المؤتمر الأوروبي. وبالفعل لعب في دوري المؤتمر الأوروبي، اكتسح البطولة من الألف للياء. فريق فيه لعيبة كبيرة كويسة. آدم وارتون لغاية دلوقتي مش عارف هو ليه ازاي ما اختاروش المدير الفني الألماني توماس توخيل، مش عارف ليه بصراحة. غلطة فادحة ليه. إن آدم مورتون أنا في رأيي إنه من أحرف اللعيبة الإنجليز اللي شفتهم من فترة طويلة جدا. ماتيتا، نجوم كبيرة جدا. لكن مهندس هذا التأهل أو التتويج هو المدير الفني النمساوي أوليفر جلازنر. جلازنر مدير فني لا يحتاج لميزانيات ضخمة حتى يصنع فريق بطل. المدرب اللي بدأ مسيرته مع نادي ريد النمساوي، بعد كده راح نادي لاسك، صعد معاهم للدوري النمساوي. احتل الفريق المركز الرابع، حصل على مقعد في الدوري الأوروبي. آخر موسم ليه مع الفريق احتل الفريق وصافة الدوري وأهله إلى ملحق دوري الأبطال. بعد كده درب فولفسبورج. أول موسم مع فولفسبورج احتل مع المركز السابع وتأهل لملحق الدوري الأوروبي. تاني موسم مع فولفسبورج احتل الفريق المركز الرابع وتأهل لدوري أبطال أوروبا. بعد كده درب فرانكفورت، عمل إنجاز كبير جدا قادهم للفوز بالدوري الأوروبي. وتأهل لدوري أبطال أوروبا من الموسم الأول. الموسم الثاني ما كانش ناجح، لكنه وصل لنهائي كأس ألمانيا وتأهل للأدوار الإقصائية في دوري الأبطال. بعد كده انتقل لتدريب كريستال بالاس في صيف 2023. في آخر الموسم نجح في انه يعمل مسيرة رائعة انقذهم من الهبوط. الموسم الثاني اللي هو كسب معاهم كاس انجلترا، وكسب الدرع الخيرية، وحقق بطولة قارية، رغم ان هم خسروا نجوم زي ايزي وقبلها خسروا لاعب زي اوليسي. ورغم كده المدير الفني ما اثرش في اي حاجة. اوليفي جلازنر هيمشي من كريستال بالاس وهيمشي هو بطل. طب مين الفريق اللي ممكن يغامر ويراهن على اوليفر جلازنر؟ لغاية دلوقتي مفيش. بس لما تيجي تبص، مفيش فريق كبير واضح دلوقتي تقدر تقول انه عينه على جلازنر. بس لما تيجي تبص على انجلترا هتلاقي، هل هو هيقبل يدرب فولهام، فرق زي كده؟ انا مش بقول فولهام بالتحديد، بس بتكلم على هذه التجربة، ولا يفكر في تجربة اعلى؟ توتنهام مستقر مع دزيربي، مانشستر يونايتد مستقر مع كاريك، ليفربول الله اعلم لو مشي ممكن يفكروا في جلازنر او يفكروا في ايراولا مدرب بورنموث. سيتي خلاص استقر مع ماريسكا. تشيلسي استقر مع جابي الونزو. المانيا بايرن ميونخ خلاص مستقر مع كومباني. مفيش فريق تاني يغري جلازنر. طيب فرنسا باريس سان جيرمان مستقر، مفيش فريق فرنسي يغري جلازنر. فاذا مفيش قدامه غير الدوري الايطالي، او يصبر لغايه لما فريق كبير يقع. طيب انت، انا في رايي قبل ما اتكلم عن ايطاليا، انا شايف انه خيار مهم جدا وممتاز جدا لاتلتيكو مدريد. جلازنر نفس شخصيه سيميوني، مدرب في البدايات، المدرب بيعرف يشتغل باي امكانيات. تخيل انت لو توفرت له امكانيات اتلتيكو مدريد ايه اللي ممكن يعمل. مدرب صارم جدا وقوي الشخصيه ومدرب منفتح. فانا شايف ليه اتلتيكو مدريد ما فكرش فيه بدل سيميوني اللي اصبح مستهلك بشكل كبير جدا. لكن على ارض الواقع، ميلان محتاج مدير فني كبير، نابولي محتاج مدير فني كبير. الميلان ونابولي بيفكروا في إراولا، لكن حتى الآن مفيش أي ردود فعل. ممكن إراولا مستني ليفربول، لكن ليه ما فكروش في جلازنر؟ يعني أنا سامع كلام إن رانجينيك المدير الفني النمساوي هو اللي هيقود مشروع الفريق رياضيا، يعني ممكن يبقى زي المدير الرياضي.
طب ما تفكر بما انك راجل نمساوي، ما تفكر في النمساوي اللي زيك جلازنر وتعمله قصة مهمة جدا، وجلازنر مع ميلان ممكن نشوف منتج رائع. ده تصوري، ده رأيي. ما اعتقدش ان هو يدرب فريق تاني، ما اعتقدش ان هو يدرب فريق وسط او فريق صغير، لانه اصبح كبير على هذه الخطوة. محتاج ان هو يصبر. لو مش هيروح ميلان او نابولي، او مش هيجيله عرض مهم من اتلتيكو مدريد، لا يصبر ويشوف خطوة مهمة تفصله عن تدريب فريق كبير في المستقبل القريب.